هيصفوك. واسمعوا كلام ده كويس. جونجران ده لما هاربوا في جنوب السودان، أسرة بتاع قرن الليلة بيدفعوا الثمن. يا أخي بنات قرن لها سماع الرسوم، آخر بيدو أمورها 40 سنة لها سماع الرسوم. كوميونيتي بتاع قرن إنهم طالع في جنوب السودان. مرة قرن شايفينه خاتين نائب الرئيس، she was a picture. رسالة ده أنا بقول عليكم بالواضح. مرة قرن ده خاتين صورة بس صورة. أهله ديل ميليشيات بيجي بيقتل في أهله. اوكي and there was no justice. ليه؟ يعني الاسلاميين قتلوا قرن، اوكي، وكوميونتي بتاع قرن بيدفع الثمن في جنوب السودان، اوكي، وحتى بنات قرن ذاتهم ما عرسوا. مع انه حركه شعبيه ما مشي خرطوم. انتوا الامبراسنج اللي انتوا عملتوه شفت اللي انتوا عملتوه في خرطوم ده، ما في اي سوداني شال سلاح خشى الخرطوم. الخشى الخرطوم كان منو؟ كان خليل ابراهيم. خليل ابراهيم ولا قعد 5 ساعات قتلوا خليل ابراهيم. قبيله بتاع الزغاوه دفع الثمن في السودان ده. لما الناس خليل ابراهيم جو الخرطوم الزغاوه دفعوا الثمن. على عنده دكان بيشيلوا منه دكان. زغاوه في ناس دخلوهم المفرمه، فرموهم فرم عديل، فرم اسمه كلام ده كويس، فرم، وما هبشوا القصر الجمهوري، اوكي، وما هاجروا الحكومه. انت الليله اللي بتطلع بتنشك في الدعم السريع وماشي بور السودان، انت هتكون زي اخوك الثاني. مذكرين الزول اللي كان مشى بور السودان، مشى شالوا منه معلومات وصفوه. هتنصفوا، هيصفوكم، لانه انتوا هاجرتوا الحكومه. الليله برهان بنوم وين؟ برهان بنوم في البحر، وبنوم سكران ومسطول، لانه الشبه كده الدوله بقى ما في. خرطوم اللي له تاريخ وسخ وعفن. خرطوم اللي كانوا بيجيبوا اسمه كده، اللي كانوا بيجيبوا فيه التجارة الرقيق، كان ناس بيمشوا بيجيبوهم في جنوب السودان وبيجيبوهم في الغرب، وبيجيبوهم من وين؟ كانوا بيجيبوهم في خرطوم. خرطوم القوي، خرطوم اللي فيه عيوب وفيه اي حاجه، خرطوم اللي فيه الغزر الجمهوري الرفع وفيه والألم انتهيتوا منه. الخرطوم ما هيتسكن من الكيماويات اللي ضربوا بها الخرطوم. كأنت الليله انت في الدعم السريع يشيلوك وتجي في حضن برهان داير منك شنو؟ برهان داير منك فين همتي وفين عبد الرحمن؟ وين ناس عبد الله واسمه ده ود عبد الله التعايشي ده اسمه ده؟ دايرين يوروا الناس كلهم تك عشان يصفوهم، لانه هم نجحوا. صفوا جون قرن. بعد ما صفوا قرن الحركه الشعبيه انهار. هاي حركه شعبيه بتاع عبد العزيز الحلو. لسه عبد العزيز الحلو لسه ماسك الحركه الشعبيه، لكن الحركه الشعبيه بتاع جنوب السودان هو مؤتمر وطني، لكن لابس جلباب الحركه الشعبيه اسفيالي وياه. لكن ميشن بتاع اسفيالي في جنوب السودان انتهى، ما في. فاي زول بيطلع من الدعم السريع وبيقول انا ماشي اسلم نفسي، انت ماشي لموت، انت ماشي تموت. وشفتوا انكم ولدكم قبل كده صفوا، طلع من الدعم السريع ومشى لناس برهان بعد ما شالوا منه المعلومات، صفى طوالي. اي زول شفت دولة 56 ديل لو انتم ما بتعرفوهم، دولة 56 اوكي،
ليه مصريين بيقيفوا معاهم؟ ليه دايما الحكومة المصرية الحكومة المصرية دايما بيقيف مع أبناء دولة 56؟ ليه؟ انتوا ما كل السودان بيعرف تاريخ، لأن تاريخ السودان ما قاعدين يقولوا. دولة 56 بيقولوا أن إحنا لو فكينا الحكم ده هيبيدونا، لأن إحنا بسيطين. وده السبب مشوا لمصر، مشوا قالوا للمصريين هي دايرين لنا دائما تعملوا لنا سبورت. أنا هنا الله وايطة، نحن بسيطين، رجولة ذاته ما في فينا، لكن لازم تعملوا لنا سبورت عشان احنا نحكم السودان ده. وده السبب اي حكومه بيجي بيجيف معاهم. دولة 56 ما هيفرضوا انه يفكوا الحكم، لكن انتوا اللي قدمتوا يا اشاوز الدعم السريع، انتوا خلاص قربتوا تفكفكوا دولة 56. حاليا انتوا استغلتوا شغل نظيف برا. اوكي، استغلتوا شغل نظيف. يعني هسه حاليا ده كلوز انه التاسيس هم اللي هيحكموا السودان ده. التاسيس هم اللي هيحكموا السودان ده. والناس اللي هم هيحكموا السودان اللي هو حميتي وعبد العزيز الحلو. لكن لما انت الليله تشيل كفنك براق وتمشي بور السودان، تشيل كفنك تمشي بور السودان، اذا برهان بنوم في المركب، انتوا طردتون من الغسل الجمهوري، طردتون من العمارات حقهم، خليت الرجال الضباط اللي هم قروا كلية الحربية اللي كانوا بيرفضوا لكل الشعب السوداني الجنة بيقوموا وطموه انه يكون ضابط في الكلية الحربية، كانوا بيرفضوا لعيالنا. اخر دفعة الخشوا الكلية الحربية اللي هو عمي وادخال ابوي، لكن تاني اي جنوبي خش الكلية الحربية ما في. اولادهم هم دخلوهم الكلية، دخلوا اولادهم الكلية الحربية. لكن لما الحرب قام 2023 الناس اللي خشوا الكليه الحربيه كلهم لبسوا طرح وقفلوا عيونهم ومشوا مصر، مشوا قلعوا الابايات. وين مشوا قلعوهم؟ هناك في الاسم ده، مشوا قلعوهم في ده في حدود بعد ما خلاص هم خاشين مصر، لان هم ما رجال. اوكي، طبعا انا دائما كلاب دوله 56، دائما انا بنكيسوا جابات دوله 56 الا حمتي بس. والتحيه لحمتي، والتحيه عبد العزيز الحلو الماسك ميشن بتاع حركه شعبيه. مشوا جابوا لك حل النوبه، ديل سياد البلد وديل ابناء النوبه كله ماتوا. مشوا جابوا لك مالك قال، مشى جابوا اولاد اهله كلهم صفهم مشى جابوا لك تيلمالو على واق، مشى جاب لك ابناء دينكا ابناء نوير صفهم. ودولة ضباط الكلية كانوا قاعدين في مصر، الحكومة المصرية بتدفع قروش الإيجار للشقق حقهم. أوكي، الضباط القروا الكلية الحربية في السودان بينوموا بالنهار الساعة 5 بيمشوا القهاوي، الليل بيمشوا الديسكوهات في شارع الحرم. بيمشوا الديسكوهات في شارع الحرم ويجوا سودانيين لوايطة يا جماعة، يا ضباط في الدعم السريع، انتوا قاعدين تشيلوا الكفن. دولة 56 ولا الحركة الإسلامية ما هينسى لكم. أي زول هيجي يشيلوا منه انفورميشن تمام كده، يشيلوا منه معلومات. بعد ما يشيلوا منك معلومات ودوك. عملوا في جنوب السودان. انتوا هسه شايفين جنوب السودان ده هسه، جنوب السودان ده هسه للجنوبي ده بسبب انه بس شنو؟ والحرب كان في جنوب السودان. الحرب ما جاء خرطوم ولا جا سنار ولا جا مدني،
الهارب كان هناك في الجنوب، ناس قرن بيجروا ويمشوا كرمك، والله مسكنا كرمك ومسكنا وين ومسكنا وين. اوكي، خليل ابراهيم ده كان شنو؟ مش كان اكبر مجاهد؟ يو نو مش ناس خليل ابراهيم ديل المشي جاب ابناء الغرب كله مشوا هاربوا في جنوب السودان. يا اشاوز الدعم السري sometime. اوكي، اسالونا نحن right now عندكم ولدكم اللي اسمه بغال ده، بغال ليه مهزور يخش يمشي بور السودان؟ الحذر بغال منو؟ ده الشايق الفلاتي ده اللي اسمه ياسر العطا ده، عشان بغال كان قاعد في بيت منو؟ كان قاعد في بيت ياسر العطا. بغال داير بيه القضيه وقال انا خلاص انا راجع للاسلاميين، وانا انا راجع لحضن الجيش. وينو بغال؟ بغال ما هيقدر يخش السودان، وذاته كمان والله شوف يا بغال، بس انا داير اقول لك يا اخوي، انت والله ربنا مطول لك طول عمر ما شاء الله، ربنا مطول لك طول عمر كده ما شاء الله عديل، لان انت لو مشيت هتتصفى، لانه انت قعدت كده في بيت ياسر العطا. الناس اللي يا جماعه وحياة الله، يعني انا هسه قاعد نشوف لما ناس فلان طلعوا مشوا انضموا مشوا بور السودان، انا بستغرب يا اخي. جنوب السودان ناس زي خربوا الجنوب مش الجنوب، بعد ما الجنوب يعني بعد ما هم قتلوا قرن، انتهوا من قرن وجو الاسلاميين خشوا لك في الحركه الشعبيه، نحن اسفل وياه اوكي. و2005 مشوا كل الدول الافريقيه، منظمه الدعوه الاسلاميه قسمت قروش انه الناس تجي، ومشوا جابوا لك المجاهدين ابناء الغرب اللي كانوا بيجاهدوا في جنوب السودان، كلهم جا الجنوب شغالين تجاره، شغالين بزنس، اغتصاب، ينوموا مع البنات الصغار، ينوموا مع اولاد، يعني عملوا حاجات كعب في جنوب السودان، ده كله انتقاما. مشوا جابوا سلفكير، لانه سلفا كان عميل في الحركه الشعبيه، سلفا كان مزروع داخل الحركه الشعبيه عشان يجيب معلومات داخل من الحركه الشعبيه، لانه كان في جنوبيين معرصين وطارسهم الليله خربوا جنوب السودان. الرساله اللي انا بقوله لكم يا ناس الدعم السريع، عشان انت لو دار تخلي الدعم السريع سافر مش اي دوله، لكن عشان تقول انا ماشي انضم لدوله 56 ولا الحركه الاسلاميه، انت بتشيل الكفن بيدك، انت بتوديه، انت بتشيل كفنك. انتوا اسمعوا الكلام ده كويس، الكلام ده ماشي للرزيقان والمسيريه، واسمعوا الكلام ده كويس. الحاصل لدينكا ونوير ده اللي هيحصل لكم بعدين. اسمعوا الكلام ده كويس، الرزيقان والمسيريه بالذات، لو ما انتصرتوا واستلمتوا السودان ده، وحياة الله سلالتكم هيتمسح في السودان. دولة 56 ولا الحركة الإسلامية أوسخ ناس، الدعم السريع فيه كل الشعب السوداني، لكن شفتوا القبيلتين زي ما قلت لكم، قرن قتلوه، اوكي. بور زمان احنا كنا بنعرف بور، مشوا قسموهم، قرن من توني بور، ناس توني بور الليله مذلولين، ناس توني بور ما عندهم صوت. يا اخي في قانون في جنوب السودان، لو اغتصبت جنة صغير من مناطق بتاع توني بور انت بتدفع 7 بقر. ناس جونجران الليله مكروه في جنوب السودان، جونجران محبوب للشعب السوداني كله، لكن عندنا قبيلتنا الدينكا ذاته بيكرهوا قرن. ليه بيكرهوا قرن؟ لانه سلفكير زول بتاع حركه كان مزروع في داخل الحركه الشعبيه. قرن كان برسل عشان سلفه يمشي المدرسه، سلفه بيابا عشان يشيل المعلومات يدي لنا السلف، يدي له اسم الراجل المادة اسمه نودا، ماد قريبات ده اسمه what's it called، الشيطان الجنوبي ده، اوكي.
you know الراجل ده يا اخي كان شغال، اشتغل مع نميري وتاني، واشتغل مع ناس عمر البشير وزاد حركه اسلاميه، وتاني مشى يشتغل مع منو الاسلاميين شالوه، وهو يا كان مستشار بتاع قرن. يا جماعه منو ده يا اخي؟ الحمد لله نسيت اسمه الشيطان ده. اوكي منو ده؟ اسمه منو كده؟ بول مدود ده يا اخي. اوكي زول ده يا هو كان زارع، والجنوبيين اللي كانوا في الحركه الاسلاميه ناس كونغو راروب، اوكي، وناس كربينو كوانين، وناس رياض مشهد ذاته، كلهم في حكومه بتاع جنوب السودان كلهم كيزان طبعا، ديل كلهم كيزان، وديل هم اللي خربوا جنوب السودان، وديل هم اللي مشوا عملوا فتنه. كيزان جنوب السودان، اسمعوا الكلام ده، كيزان بتاع جنوب السودان الناس اللي هم مشوا خلقوا فتنه وقبليه وكراهيه، اوكي. شفت كيزان جنوب السودان كان الحكومه ده بتدفع لهم، الا شفت يوم 15 لما الحرب قام في السودان، الاملاء بتاع الجنوبين بقوا ما قاعدين يتصرفون، القروش وقف. كان من كل قبائل الجنوب، كان من نوير، كان من دينكا، كان من شلوك، كان من شلوك عندنا اسمه ده دكتور لاماكول كان عنده مدرسه خاص في خرطوم. في المدرسه حقه العيال الصغار بيغنوا ايه ركبنا قرن طياره ومشى وما جا. دكتور لاماكول ما فتح خشمه وقال ده شنو ده يا نشيد ده. الكلام ده انا بقوله لكم يا شباب الدعم السريع. داير تنشق، شوف لك اي دوله تمشي فيه، لكن عشان انت تمشي لنفس العدو ده، العدو ده ما بيفلك، ما بيفلك. وحياة الله مستعدين يشتروا الضباط ده ببليارات الدولارات بس عشان تجيبوا وين همتي، وين اخو همتي. شفت نفس اللي عملوه لقرن ده، نفس ده قبيلة قرن بيدفع الثمن. بنات قرن ليه هسه ما عرسوا، ليه هسه ما عرسوا. فانت الليله لما تكون في الدعم السريع وده تم تنضم لبور السودان، no. الموضوع ده اكبر من كده بالمناسبه. الحكومه المصريه دايرين همتي، الدول العربيه دايرين همتي، بور السودان داير همتي، لانه بور السودان ده ليه المصريين طبعا هم دايرين همتي ليه مصر بالذات. السمخ بيطلع مننا بيمشي بمصر، الحيوانات بيشيلوهم بيجلدهم. يعني هم مصر ده بنوا باموال بتاع السودان، ومنو ادى اموال ده؟ ديل على الحرام، ديل على الحرام اللي في شمال السودان. الشماليين ديل اوسخ بشر في وش الارض، ديل شواطين الدنيا. شفت الشماليين ديل كان الشوايق الفلاته ديل اتدخلوا السودان 1940، كانوا في منطقه بتاعهم اسمه ولايتهم اسمه برغو في نيجيريا، وقام حرب وجروا جوين مشوا الشماليه. لما مشوا الشماليه الشوايقه بالذات الفلات الشوايقه لما مشوا هناك، لانه دي الناس بتاع شنو شواطين وحاجات ده. لما لقوا منه ناس عندهم باور بيعملوا حاجات بتاع شواطين الشوايق الفلاته ديل، مش جابوا لهم شهاده من مصر انه هم سلاله جزء من الرسل. مش جابوا لهم شهاده، جابوا لهم شهاده تسنين. مش في السودان مثلا في شهاده ميلاد، شهاده ميلادك الاصلي اللي انت اتولدت، وفي تسنين. جابوا لهم شهاده تسنين في اسمه ده في الازهر، جو قالوا هم عرب. لكن الشوايقه اصلا الشوايقه فلاته. الشوايقه فلاته. خلي
خلوا الكذب انه والله ديل سلاله فلان، مشوا جابوا لهم شهاده هنا من جامعه الازهر في مصر. فرسالتي للاشاوس، طبعا كلام انت تطلع وماشي تسلم، ماشي قال جاي له خضن السودان، صدقوني دايرين بس همتي ودايرين اخوه. مجرد ما همتي هم ده الفكره، لانه هم قدروا للحركه الشعبيه بتاع جنوب السودان. قتلوا قرن الحركه الشعبيه الليله في جنوب السودان وينه؟ بيلبسوا احمر في احمر، enjoying the devil, wearing sheep the devil. سلفكير ظلم، رياض ظلم، اوكي. اي زول في الحكومه ديل الناس اللي شاركوا في موت بتاع دكتور جونجر، ديل هم الحس القاعدين في حكومه، اوكي. الناس اللي كانوا اولاد قرن طردهم، اسلاميين طردهم. فشوفوا يا دام السريع، اي زول داير يخلي الدعم السريع ده حق من حقوقك، ما في زول بتاعي. لكن عشان تشيل الكفن حقك توديه نو، لانه انتوا الدرس اللي انتوا درستوا به دولة 56 ده ما حصل في تاريخ السودان ده، ما حصل من زمن تجارة الرقيق. دولة 56 النخبة السودانية والنخبة المصرية لما كانوا بيمشوا جنوب السودان يعملوا هوش بتاع تجارة الرقيق، مش عملوا هوش كبير، ما في زول قدر لهم. الانجليز الهسه قاعدين يقولوا البوبار كل يوم ولا هنا جدودنا طردوا، ده كذب ساكت. ما في زول طرد انجليز، الانجليز مشى. ودش ذا جاب الانجليز، هم فتنوا جدودنا مع الانجليز اصلا كان جاي يجي يقفل الجنوب ويقفل المناطق بتاع تجارة الرقيق. فعلا الانجليز حاول عمل اللي عليه لحد ما شنو خف تجارة الرقيق. عشان كده الانجليز جو قالوا نحن راجعين بريطانيا، لكن عملوا فتنة عشان الانجليز ما يبنوا مدارس في المناطق المقفولة، كان في الغرب، كان في الجنوب، كان في جبال نوبة، النيل الازرق. هم ما دايرين الهجرة، دايرين انه عيالهم هم يتعلموا. حتى الانجليز لما جاي ماشي قال انا ماشي افتح مدارس، قالوا لا انتوا امشوا، نحن هنفتحوا مدارس، امشوا هنفتحوا لهم المدارس بقى طلقه، بقى موت. ليه هسه until now كذبوا كتير، طردنا الانجليز وسوينا وحررنا، ده كله كذب ساكت. فانا رسالتي لاشاوس الدعم السريع، دار تمشي عليك نشوف لك دوله تانية امشي، لكن عشان تقول انا ماشي في هضن الدعم السريع، هضن الشواطين بتاع بور السودان ده، والله انت كده انت قتلت نفسك. انا بقول عليكم، وانا بقول لكل ابناء الرزيقات والمسيريه، اللي انت بتكون مع دوله 56 ده كده شوفوا اولادكم الصفهم، شوفوا عيالكم الصفهم، شوفوا عيالكم. انت مسيري رزيقي تعايش وريبه هناك بيعذبوك عذاب لما تكره نفسك. الناس ما تفرح. هو اسمه المنون نور برهان الدعوة عربية، because عشان نطلع وين همتي وين عبد الرحمن عشان يعمل لهم تارجت وقتلهم، بعدين انت هيصفوك. وبغال الخلى انه بغال ما يجي السودان، ده ياسر العطا الفلاتي ده عامل فيه عربي ده ياسر العطا، لانه كان في بيت ياسر العطا. يلا ياسر العطا هيخليه كيف يعني؟ ده مستحيل. فانت يا اخوي بعد ده يا تمشي افريقيا يا تقعد في مصر حقك هناك، ده سو. وفي مصر ذاته they have a power. ناس صلاح قوش ده مع الحكومة المصرية، ناس صلاح قوش، ناس ابنوف ابنوف ذاته الجنة بقى مجنون، ما دايرين يودوه مستشفى في مصر عشان ما يطلعوا الزيت.
لما الحرب قام ابنه بقى مجنون ماسكينه في البيت. حكومه يا ماسكهم الفيلا اللي قاعدين فيه كله ده حكومه المصريه، لانه دي المعرصين بتاع جلاب دوله 56. عشان كده لما انتوا ضربتوا السودان انا وقفت معاكم، وانا لسه انا واقفه معاكم. لسه انا لسه مع الدعم السريع، لانه ده اوسخ بشر واكتر ناس شواطين اللي هو دوله 56. شفت الدوله 56 اولاد النخبه اللي عملوه في السودان ده ما بسيط. ديل كلاب، ديل ما بشر. هسه حاليا يعني حاليا امريكا خلاص بعد الحاصل في ايران ده هيجي بور السودان. شفت ديل كلهم هيشيلوهم برا، والشرعيه هيمشي لمنو؟ الشرعيه هيمشي للدعم السريع. همتي هيكون ياهو الرئيس وعبد العزيز الهلو نائب الرئيس. ما فضل الا حاجه بسيط. ما هقول انت تجي طوال تشيل كفنك؟ ما المفروض تنتظر احتفال الشعب السوداني كله، احتفال الشعب السوداني بمود الكلاب، عيال الفلاته وعيال الحرام اللي بيقولوا علينا جاليين ديل. فاي دعامه بيقول انا ماشي امشي، الله معك، الله معك. بعد ما يشيلوا منك المعلومات كده هتنصفى. انتوا خليتوا العمارات ده كله قاعدوا فيه كنايس، كنايس يا قاعدوا زي ما احمد قال. رسالتي للاشاوس، همتي لازم يغير لوكيشن حقه محل هو قاعد فيه، اوكي، يغير تلفوناته، اوكي. the same thing الناس الكبار اللي في الدعم السريع غيروا تلفوناتكم، غيروا اي حاجه، اي حته انتوا قاعدين فيه لازم تغيروه، لانه مود بتاع حميتي هيكون زي مود بتاع قرن، وده بقى نهايه الشعب الجنوبي. الليله المواطن الجنوبي بيسال نفسه ده شو ده الدوله اللي احنا دايرينه، لانه هم ذاته هلاك في جنوب السودان. حميتي ده لو مات، لو الكلاب ديل قتلوا حميتي كلنا حندفع الثمن، كلنا حندفع الثمن. الناس كلها حتدفع الثمن. اتمنى كده رسالتي وصلت. الحاجه الثانيه برضو انا بقول الف مبروك للاشاوس، الف مبروك. قبضوا واحده ايرانيه هي اللي بتبيع الاسلحه، قاعده في هنا في كاليفورنيا، قبضوها يوم اللهد. بتبيع الاسلحه والغنابل والحاجات ده للجيش السوداني. قبضوها كده كده على حسب النيوز، قال احتمال كبير هتتحاكم 20 سنه، لكن هسه الاف بي اي بيتحقق معاها. اوكي، اذا جود نيوز للاشاوس. برضه انا بقول شكرا للتاسيس، شكرا لكم، شكرا، يعني اشتغلتوا شغل نظيف. نو ايرانيين طبعا، والله والله يا جماعه اسلاميين اعوذ بالله منهم، اعوذ بالله منهم. يعني المره دي قاعده في امريكا بتبيع السلاح عشان يقول والله ديل الامريكان هم بيبيعوا لنا السلاح. والله يا جماعه ترامب ده ربنا ده جابه بس في حاجات كتير. ربنا ده جاب ترامب لحاجات كتير. 47 سنه ايرانيين دي ايرانيين ما خلوا حته. 47 سنه شت قتلوا لك 43 43. ده الظلم. ويا هسه لما ترامب صنف الاخوان المسلمين بتاع السودان، صنفهم كهم ارهابيين. الرئيس الاسرائيلي طلع
وقال إن شاء الله هيكون في نظافة. النظافة ده هيبدأ من وين؟ هيبدأ من بورسودان. شفت عمكم السكورجي المسطول اللي بينوم في المركب اللي ما عنده غصر ده، طردوه من الغصر كأنه ما راجل. لوايطة حاكمين السودان من كم 50 لوايطة يا الحرام حاكمين السودان، تاري ما رجال، هالرجال. وشفنا الهرب ده، الهامش الحمشهم هم اللي بيمشوا بيموتوا، هم قاعدين في الميديا دور قاعدين شغالين الهرب في الميديا. الضباط يا يمه في شارع الحرم، ضباط المفروض هم يمشوا قدام ويوجهوا الجيش، قاعدين في مصر. الساعة 5 كده ماشيين القهاوي، الساعة 10 ماشيين الديسكوهات في شارع الحرم، جايبين شراميطهم والله وايت حقهم هناك في شارع الحرم. عليك الله الدولة يحكموا لوايطة، دولة يحكموا نساوين، ناس لابسين بناطلين بدون حاجة تاني. لما الحرب قام جروا كلهم جروا. الدول العربية فتحوا لهم البيبان لأنه خليجيين. المملكة طالعة من وين؟ المملكة طالعة مننا نحن، كان احنا أبدا، نحن ناس أبدا. المملكة ده الودو سعودية وقطر ديل ممالك، ديل نحن يا الممالك. عشان كده لما الحرب قام الخليج فتح بابه ليال الحرام، ليال الكفلاء، فتحوا بابه. ده ما حصل مرة. العراق ده قام فيه حرب، وينو خليج الفتح بابه؟ وينو الخليج الفتح بابه؟ سوريا الحرب قام فيه، وينو الخليج اللي كان فتح بابه للسوريين؟ لكن هم فتحوا بابه للسودانيين لأنه المملكة ده طلع عندنا من السودان. المملكة ده بتاع موانجان أبدا، موانجان ونوير شلوك. أما مصر ده ما بقولوا مصر حضر له كل الإسلاميين لأنه هم معرصين. الحكومة المصرية بيكره الحركة الإسلامية لكن بيحضن الحركة الإسلامية بتاعت السودان. ليه؟ لأنه الحركة الإسلامية بتاعت السودان بيشيلوا حاجاتهم كله بيودوا لمصر. البترول مصر، السمك مصر، الشنو مصر. يا أخي الإسلاميين لدرجة خشوا في UN ده. UN يجي غرابي يجي يقدم هجرة في مصر، يجي مصر يستري الملف ويسافر. الليلة كل مصريين في أمريكا في كندا في أستراليا وين؟ أوكي. الجنوبي بيقدم هجرة بيشيلوا الملف بيدوا لمصر، جاي يدوا للشمالي. الشماليين والمصريين هم اللي بيستروا الكيسات بيجيبوه بلد ده. لو مسكناه اتجاه بتاع كينيا، الصوماليين هم اللي بيستروا الكيسات بتاعت الجنوبيين عشان يجيبوه مصر، عشان يجيبوه برا. ده موضوع طويل يا شابس. It's long. عشان كده أي زول في الدعم السريع، أنت لو ده تطلع من الدعم السريع أمشي لك أي دولة في أفريقيا. لكن عشان تقول أنا ماشي لدولة 56 أنت شايل كفنك. ولو دولة 56 ولا الحركة الإسلامية لو انتصروا، مع إنه الدعم السريع فيه كله قبائل بتاع جنوب قبائل السودان، لكن الرزيقات والمسيرية هتدفعوا الثمن غالي. ولو كل الناس